حطينا الكشك ده في الشارع، أي حد ممكن يدخله. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. جوه الكشك ده هتبقى أنت المصور، الضيف، وكمان المذيع. مش مظبوطة الكاميرا يا جماعة، كل شوية هنفضل نظبطه في الكاميرا. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. زيع أنت جوه الكشك، هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: أنا دكتورة رشا عبد الله، أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية. اسمي نبيع عبد المعز عبد الحي، من عرب الوالدة حلوان. من ضمن العادات السيئة إن كلنا دلوقتي بنتكلم في كل حاجة. الفتي، شعب مصر أكتر شعب فتاي شفته في حياتي. نفسي الناس تعرف إن اتس اوكي لو في حاجة أنت مش عارفها، مش مشكلة خالص. شعب مصر الوحيد اللي فاهم في كل حاجة، الوحيد اللي عنده إجابة لكل سؤال. بسم الله ما شاء الله، ومفيش إجابة صح. هي الفوضى موديانا لسكة احنا مش عارفين نوصل لها. تروح مثلا في اي مامتك بتعمل شوبينج ولا حاجه وتبقى معاها، تقف في الطابور في سبينيز ولا تقف في كارفور، تبقى واقف في امانه الله، تلاقي واحد داخل واخد من جنب كده داخل ملوش دعوه بيك. حصل. تقول له يا عم انا عايز انا واقف قبليك، يقول لك انا بس معيش غير الحاجه دي. طب انا مش مشكلتي انا. المصريين مهما عملت لهم قواعد، يعني اي رول ما بيتبعوش اي نظام، يعني للاسف هي كلمه يعني وحشه، بس احنا همك. احنا عمالين نقول يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. طب ما احنا طول عمرنا العسكر هم اللي بيحكمونا. ايه جد علينا؟ ما احنا نغير نفسنا احنا الاول، احنا نفسينا كده من جوانا نغير نفسنا. في رئيس بقى هيجي فهو مش عاجب الشعب كله، فهننزل بقى نعمل ثوره تاني والناس هتحتاج عشان مش عاجبهم رأي الأغلبية. أنا مثلا معرفش أنا هنتخب مين لحد دلوقتي، بس أنا مش فارق معايا الرئيس على قد ما فارق معايا الشعب. هو الشعب عشان البلد دي تتحسن وتبقى حاجة أحسن لازم نبدأ بالشعب مش بالرئيس. هذا أنا عايز كل البلد تبقى مستقيمة وواحد ابن حلال يمسك البلد، بس يبقى عارف مشاكل الغلابة قبل الناس المبسوطين. جميع الأحوال يا ريتنا نفهم إن فكرة الشخص المؤله المنزه عن الخطأ وبابا والأب الرمزي للدولة والكلام ده كله يا ريت بقى يكون خلص كفاية كده. الفترة اللي جاية ال4 سنين بتوع الرئيس الجمهورية ده متهيألي يبقوا أسوأ 4 سنين في حياته. متهيألي مش عارف ينام ولا ياكل ولا يشرب ولا يفكر في عياله ولا. والشخص اللي جاي ده نفهم إن هو موظف عالي الدرجة وله عظيم الاحترام، وإنما هو في آخر الأمر موظف عند الشعب المصري بدرجة رئيس جمهورية. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. إن أنا موهبة، أنا لؤلؤة يا جماعة مدفونة بقالها زمان قوي مدفونة، بس هي محتاجة اللي يطلعها. الحشيش او المخدرات عامه انتشرت بطريقه غريبه في البلد. مع ان هو بيشرب حشيش ومخدرات اصلا. فين يا عم؟ صل على النبي. يا حبيبي جيت في الدنيا دي اللي عشان احبك يا حبيب. انا نفسي اقول موهبه من الصبح، انا امنيت حياتي اخش المعهد العالي للفنون المسرحيه. ست البيت يا عيني اللي لا حول بها ولا قوه ديت، اللي بتاخد 200 جنيه ولا 300 جنيه مصروف في الشهر، هتقدر تمشي نفسها ازاي؟ درس لابنها ودرس لبنتها وكتب خارجيه. البوليسي بتاعت مصر ان هي بتحاول تحارب الدراج سيلرز. طب وانت بتشتري منهم ليه؟ صح. مين قال لك انا بشتري منهم يعني؟ وفطار وغدا وعشاء وفاكهه، ولو هضيوف جات لها تقوم معاهم بالواجب. وانت عارفين بقى المصريين ام الكرم كله، تبقى معهاش فلوس وتروح تستلف وتروح تجيب عشان تقوم قدام ضيوفها بان هي
على قد المسؤوليه. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم مشهد يعني، بس هو مش بالظبط المشهد بتاعنا الحلو، بس هجيب لكم ايه هو كان بيتكلم على ايه. انا حب المشهد نفسه. طيب انا عندي فكره واحده بس. دلوقتي مصر لا محتاجه دكاتره ولا محتاجه مهندسين، وستيل المينتاليتي بتاع كل بني ادم داخل لازم يذاكر ويتطحن في الثانويه العامه علشان يطلع يا مهندس يا دكتور. انا ما كدبتش عليك على فكره، انا حبيتك قوي، مش لازم أن تفهم غلط. نور انا بحبك قوي، صدقني انا ما كدبتش عليك، بس مصيرها الايام هتثبت لك ان انا صح. المفروض ان احنا ما نقفلش عليهم. المفروض ان احنا نوعي الناس احسن من ان احنا نقفل عليهم، عشان اصلا الحشيش ده يا جدعان، الحشيش ده حاجه انلاستيك، يعني مهما غلي ثمنها برضو الناس هتشتريها. ويوفروا لهم الحشيش، يعملوا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه يعني. سنه زي ثانويه عامه دي بتقتل طموحك. انت لو كويس في اي حاجه في الدنيا لازم تبطلها علشان تعرف تذاكر، عشان تلاقي وقت تذاكر. انا من زمان ونفسي ابقى ممثل مشهور او مطرب مشهور، كل حاجه. انا بني ادم يعني جواي احساس كبير جدا. نور انا بحبك قوي، مش لازم أن تبعد عني، صدقيني. وراح معايا الضهر زي ما انتم شايفين يا جماعه. شربتش من نيلها. الله الله الله، مش حافظها يا نهار اسود ومصريه. ده مش حافظها برضه. نمثل المشهد دلوقتي لعبد الحليم. جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي، ما مشيتش في ضواحيها. طيب ما شربتش. احنا نمشي بقى صح، شكلنا بقى واحد. وساد الخلية. سهير انا بحبك يا سهير، وحياتك لا تندمي، وحياة كل كلمة حب قلتها لك هتندمي يا سهير، هتندمي. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. زي الفل والله يعني. لا والله الواحد نفس عن اللي جواه. بنعودش ابننا او بنتنا على دعك السنان. تلاقي بقى يطلع الابن ولا البنت يكبروا ما يبقاش عارفين يعني ايه يدعكوا اسنانهم. طبعا انت ما نزلتش طبعا لاهلك بقى، وما تنزلش يا حبيبي لا ده في الحفله يا ابني. ايوه انا بتكلم لا انا بتكلم على يوم البتاع، يوم الثوره بقى والكلام ده. طبعا اهلك خايفين عليك بقى. انا مش فاضي. كنت بتعمل ايه؟ قاعد ماتشات. بيلعب كوره يا جماعه، بيلعب كوره يا جماعه، لعيب دولي. شفنا فكره حلوه جدا بصراحه. حلو ان الواحد يبقى قاعد لوحده كده وبيقول اللي جواه من غير ما حد فاهم يقاطعه على الاقل. يعني ممكن ما تكون موهبتي مش جامده ولا توب، بس حاجه على قدنا كده، لسه هنبتدي حياتنا، وقدامنا ربنا يكرمنا بقى.